يوما لم تحب فهجرتني من دون ذنب أحرقت شوقي بالعتاب ذاك الرماد قد كان ولي فمنك احتراقي وجرح اشتياقي ودفء حياتي أراه لديك أمسكت يديك سنين الغياب وحين رجعت أخذت يديك يا عائدا من دون قليل أتراك يوما لم تحب لم تحب ربيع بحياتك كلنا زعلنا على اللي صار، الحمد لله على كل شيء. بس ما قلتي لي انت كيف عم تدبري امورك؟ يعني حسب ما فهمت من جول انتم بالعيله ما عندكم مصدر دخل تاني. الحقيقة كنت أنا ونوار نفتح من حسابي عنكم بس تعطل. ايه مزبوط، معك حق. هو في شوية مشاكل مع الشركة بس رح تنحل قريبا. بما انه إلك مكانة كتير خاصة عنا فأنا بذات نفسي رح أدعمك لما تفوتي على اللايف. يا ريت. أساسا جول بيعرف أحوالنا بعد موت أبي. هلا بدي منك شغلتين. أول شيء بترجعي المبلغ اللي اندفع لك مشان العملية لأنه هي أمانات ناس. أكيد برجعون بس الحقيقة ناقصين تكاليف الدفن والعزاء. ما في مشكلة، اللي صرفتيه مسامحة فيه بس الباقي رجعي لجول وبس تفتحي لايف بنعلمك كيف ترجعيهم. وتاني شغلة بدي اياكي تطلعي هيك من محل فخم وحلو، يعني إذا حتى سألك وقال لك من وين وأنت وين بالضبط بدي اياك تقولي لهم إنه أنت بالإمارات. فهمتي علي سوسن؟ القصص أنا بظبط لها إياها. تمام. جول أنا رح خلي الشوفير ياخذها ويجيبها على شقتي الخاصة. هنيك بتظبطوا لها لوكيشن وبتعملوا لها مكياج كتير حلو، بدي اياها تطلع أحلى من كل نجمات هوليوود. ما تعطى الهم قلبي، السمسة رح تكون غير واحدة. وبدي منك تغيري لي اسم حسابك، سميه سيسي، اوكي؟ حاضر. اعطيني موبايلك لو سمحتي. تفضل. شو هاد؟ ما عاد حدا حمل هيك جهاز. هيك بتبدلها اياها، بتدفع لها الفاتورة، واذا وحدات بتعبي لها وحدات قد ما بدها وعلى حسابي. بس هيك كتير. لا كتير ولا شيء، بسطي بحالك. ايه شكرا إلك. شكرا لك انت يا حلوة. أنا أهلا. شو كيفك جول؟ تمام. كيفك أنت مدام؟ تجاوزتك. حاضر. شو؟ صبغة جديدة؟ خلصتي فتلاتك على الجمعيات؟ ايه بجيبك مشروع أحلى. مشروع شو؟ مو اتفقنا كأنه نقدر؟ بصراحة ما قدرت قاوم. مشروع سكني للنساء المعنفات. شو أمرتي؟ هذا المشروع بخليني أجيب مساعدات بالهبل
وكمان داعمين، وخاصة إذا زودت المبنى السكني بوحدة إنترنت وفتحنا لايف. يا سلام سلم، يعني تصور كل وحدة معنفة نعطيها حساب على التيك توك وتطلع تحكي عن مشكلتها، حينزل عليها الدعم مثل المطر. يخرب بيت عليك على الفكرة. لكن ليه لا قضيها انت؟ لكن مي النجمي 40 عاما نستهدوا أفكارا. إيه بس هي مو أفكار، هي إبداع. من قليل بشوف حالي فيكي أنا. شو ضحك سنك، ملعبك أنت النساء المعنفات. حنون تعرفيني. أي بس هدول ما بدهم حنية، بدهم قسوة. صرفوا على لسانك ها، وما رح عيد وكرر، وإلا بتخسري لي بمشروعك الجاي. خلص أخي روق خلص، ما رح جيب سيرتها بقى، وأكيد رح تكون معي بالمشروع وحيكون كتير ناجح. طيب مين الممول؟ مين غيره؟ علاء، وهي كشكولته ريهام. ايه صحيح، انا كان المفروض سافر لعندها، بس هي قالت لي انطر. تخيلي هلا ما فتحوا لي حساب. غريب ما؟ انا رح انطر هيك شوي، اذا ما صار شيء رح خليها ترجع وفكر بحل تاني. رؤوف أماني شوف أمي هيك راحت لك الفيديو. ليك يا زلمه شو جايب اللبسي؟ لك هو مسكني صح يا زلمه، عن جد طلع عادل امام. انت لو متابع التيك توك كنت بتعرف قديش عندها فانزات وقديش عندها فيديوهات، كل يوم والتاني بتنزل فيديو. لا بكره رح تستلم درع التيك توك بتقول رؤوف قال. نعم امي نعم. شو جابك؟ شو اللي جابني؟ حضرتك جاي على ملا وشي. هاي رؤوف، كيفك حبيبي؟ اهلين بنجمة التيك توك. كيف ماما وبابا واخواتك؟ كلهم بيسلموا عليك الحمد لله. عمتك كيف عملت عملية المرارة؟ لا قال الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي؟ العمى شو كذاب جوز عمتك، امبارح التيك توك على اللايف كان عم يقول انها عملت المرارة والكل عم يبارك. امي حلت امك امي. هات. حاضر. وخالتك فتحت تيك توك ولا لسه؟ لا ما بتسترجي تفوت على التيك توك وانت موجودة بالساحة يا نجمة. امي ما بتتكرر امي انا. لكن ذكرت لي الجاي. لا جاي يا لكن امي. افتح على اخبار الفيلم، افتح ابني، افتح. ما شاء الله رائج الان طالع، ما شاء الله عنك ترند انت والسكرتيرة راما. افتح. شو عم ها امي وين هي اخبار الفن؟ ابعتي لي اياها. شوفها ليكا، صورتك ولا مالها صورتك هي؟ شو؟ صورتك. استغفر الله العظيم. رؤوف احكي لي يا رؤوف. لك شو بدي احكي لي ليكا، القصه شارحه حالها بحالها. بعدين تعالي هون، كل مواقع التواصل الاجتماعي تعرف، والفانزات والمتابعين يباركوا لي وانا اخر من يعلم، بس ولا يهمك سقيتك دواعي. امي تبوس ايدك، حاجه تسقيني. امي لاني متزوج ولاني خاطب ولاني مبطخ على تمي. هي السكرتيرة اللي كانت عندي مطلعه اشاعات ورافعه دعوه علي. رفع قضيه؟ ليش؟ تكون معشمة بشي دور وما اعطيتها. حاكم بعرفك، تربايتي ومربيتك على ايدي. اما شو ترباية؟ امي البسكليتة ربتني، البسكليتة بالشوارع هي الرب. البسكليتة. حبيت بس طلعت منك مخرج. رؤوف نجمة التيك توك. سمعت شو قال؟ شو؟ نجمة التيك توك. نجمة التيك توك، لك انت اللي بتفهم، دخيل ربك. شو بدك؟ شو رايك تقومي معي فرجيكي البرومو الجديد، طالع شي بعل على يا عليك ان شاء الله يا هيثم. شو نسيان اني صرت حرم الاستاذ عماد بيه؟ بالعكس انا اللي متذكر. يبارك لك الهنا. شباب خلونا في اللعب. تفضلوا نشوف. انتوا ناطرين حدا؟ لا ما يهمك حدا. لا ما في حدا. قومي شوفي مين. شو نوغا؟ كأن الشباب كلهم هون. أهلين عماد بيك.
خدي أمي. لك أمي ليش هيك عم تعملي بحالك؟ صايمة عن الأكل، شو بدك تموتي كرماله؟ يلي بيبيعك بالفول بيعيب القشور، اخذي اجازه وقاعده بالبيت وبلا اكل وبلا شرب، لك والله حرام حرام عليكي. ليش؟ أنا عم أقول لحالي دايما مشغول، حتى لما بيحاكيني بلا إحساس وبلا لهفة. لك يا بنتي بلكي هالزلمه مظلوم، الله يلعن الشيطان. ماما البنت بحياتها إحساسها ما بيخونها. ما شاء الله عليكي، انت ذكيه وما بينضحك عليكي يا بنتي. ما بينضحك علي ورح خليه يندم كل عمره. إذا فيك شوية كرامة طلقني. ليش؟ بعد هالدفع كله اللي دفعته طلقك بهالبساطة؟ من الأخير قديش بدك لحتى نخلص من بعض؟ بدك تكمل عقدك مع هيثم مو؟ ولك يا حقيرة ما لقيتي غير هالحشرة تتفقي معه علي؟ مو صح. خلصي! بس مو الحق عليكي، أنا الغبي اللي ما فهمت من الأول. عن جد إنك واحد غبي، ورح شوف شو رح يطلع معك. حاضر حاضر. شو عم تساوي؟ يا مجنون يا مجنون، شو عم تساوي؟ لك تتركني! ايدك ابني ولا حيواني. لك عم قلك اتركني. لك شو عم تعمل؟ أنا بفرجيكي. لك مجنون. أنا بفرجيكي مين المعقد مين بعد المجنون. عنك ستني. بفرجيكي مين المعقد والمريض. خليكي هيك لبكره الصبح مثل الكلبة. بكره بجيب لك صحن حليب وصحن مية لحوسي. الو، اهلين، مين؟ أنا أنس. معك حق ما تعرفي الرقم، بس أول مرة بتجرأ واتصل فيكي. أنس طالب الماجستير ما غيره. إيه بذاته. شو خطر لا تتصل فيني؟ الدكتور مسكر موبايله. نايم، مشان هيك موبايله مسكر. فيق لك يا؟ لا خليه مرتاح، بس حبيت أقول لكم ألف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا. وآسف تأخرت بالمباركة، بس الحقيقة تفاجأت وديت من صفحة الدكتور على الفيس. والله يا أنس صارت القصص هيك فجأة. المهم أنت مبسوطة؟ فيصل ما في منه، بحبني كتير. الدكتور ما في مثله، سلمي لي عليه. بيوصل أنس. أهلين، باي. شو حبيبي مع مين عم تحكي؟ هاد أنس طالبك بالماجستير. ايه اتصل فيك لقاك نايم، قام اتصل فيني لحتى يبارك لي. الله يبارك فيه حبيبي. والله قوم خدني شي مشوار وحياة الله طقت روحي. تكرم عيونك، اعطيني 10 دقايق بس بدي اعمل دوش. يلا. انت مطلوبه للشهاده؟ ايه لميس مطلوبه للشهاده، واجت لعندي خايفه ومروبه منك ما بدها اياك تدرك، وبيني وبينك انا استلمت لها الموضوع. موضوع شو عامله؟ لك هذا المخرج طلالي اللي اجى معي على المستشفى، السكرتيره تبعه مدعيه عليه انه هو ضحكان عليها. وهي شو دخلها؟ مو لميس اشتغلت عنده، الظاهر عجبه شغلها، حكي له بحقها كلمتين حلوين، هديك غيرانه، فبدها لميس تشهد معها انه في علاقه بينها وبينه، ولميس ما عم تقبل. ولك انا شغله مع هذا المخرج بالاساس ما حبيته، مخرج على عيني وراسي وفهمان ومثقف،
بس انا هذا الشغل تبع التلفزيون والمعجبين واكل الهوا ما بحبه، بيجيبوا وجع راس. بعدين تعي لقلي ليش تروح لعندك؟ ليش ما اجت حكيت لي؟ ما بعرف. عمو فيصل هيك مقترح عليهم انه ما يحكوا قدامك، بس على فكره صباح بتعرفها. صباح بتعرف؟ يعني عم تخبي عني قصص الاولاد كمان؟ ما انا استغربت ليش ما حكوا قدامك، يعني ليش راحوا حكوا لفيصل؟ انا ما بسمح لحدا بالعالم يتدخل ببيتي لو كان اخي، وهذا فيصل بدي دق وبهدله، ما تدخلت بجوازته انا. مش فيصل امتى تزوج؟ تجوز وحده قد بناته. اوف، ما عم صدق. فيصل مثقف الاستاذ جامعي يتجوز وحده قد اولاده؟ والله هيك صار، هلا بشهر العسل. المهم بنتي بدها تطلع من هاي القصه. ما تاكل هم، رح خلي لميس تدلي بشهادتها ورح اقدم لطلال مذكره الدفاع، بس انت اترك لي الموضوع لا تشغل بالك. خلص الموضوع عندك وحطيني بالصوره اول باول، وبس ارجع على البيت لميس وامها الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا حبيبي. عمل لك محل من ابراهيم. عمل لك لا تاكلي هم. اشتقت لغرفتي. يلا رح احضر الغداء. رجع على بالي. لساتك بالغدا ما بدك تتعشى؟ مالي جوعان. مدر شو بك؟ من أول ما رجعنا من المستشفى وأنت هيك. في شي وسام وضعه الصحي فيه شي ما بدك تقول لي إياه؟ وسام منيح، طمني أموره بخير. طيب شو بك حبيبي، صاير معك شي بالشغل؟ صار معي شي هون ببيتي. ها؟ كثير قصص عم بتصير ماني عم بعرف فيها، أنا آخر من يعلم. أنت يا خانم من إمتى تخبي عني قصص الأولاد؟ شو خبيت عنك؟ قصدك قصة لميس؟ إيه، عم تتستري عليهم. أول ولد شوفي لوين وصلنا معه، وهي البنت شو صاير لك؟ لك شو قصتك؟ خلص تعبت خلص. أنا مضر صايرة مثل السفنجة، عم غب وما حدا حاسس فيني. أنت مفكرني مهمشتك؟ بتكون غلطان. أنا كل اللي عم بعمله إني أنا عم صد عنك وخفف عنك هموم قد ما فيني. هذا البيت أسسته أنا وياك بتعبنا وشقانا وأحلى سنين عمرنا وصحتنا. بالأخير شو؟ أنا لحالي ومالي حدا. إذا ما بحط لكم أكل على الطاولة ما بتجتمعوا لتاكلوا. كل واحد فيكم مشغول بمشاكله وقصصه. أنا لحالي عم بحمل هم. حقي آخذ قرار بمشاكل ولادي وزيد ثقتهم فيني. أنت عم تحل مشاكل العالم. بيتك مليان مشاكل يا أستاذ، وأنت مالك حاسس فيها ولا حتى أصلا شايفها. جاي تحاسبني لأنه أنا ما بدي زيد عليك؟ أنا لازم أخذ حقي من حرق أعصابي. الو، مرحبا انسه مايا. اهلين استاذ نادر. والله خجلان منك، رح امر لعندك بكره اطلع قيد نفوس. ايه اهلا وسهلا.
نازل أجدد الجواز، اشتقت للأولاد، حسيت حالي لازم أسافر لعنده. حق معك. تعال بكره بأي وقت بدك إياه وبيكون اوراقك جاهزين. يسلموا إيديكي. في مجال أعزمك على فنجان قهوة المساء واستشيرك بموضوع قبل ما أسافر. بخصوص البيت؟ لا، شيء تاني. تمام، اتفقنا. بتشكرك، تصبحي على خير. وانت بألف خير. بدنا توقيعك الكريم. تنازل سخيف عن حصتك بالشراكة اللي عملناها سوا. ما توقعت كل هالندالة تطلع منك. شايفة ما أندل هالناس. هيك انت تساوي بندى؟ اخرسي ولا تجيبي سيرتها. سكي وقعي هون وهون. هاتي هي. ايوه تمام. انت طالب. ماشي يا عماد، إذا ما بتزوج هيثم وخليك تندم وتنزل ما بيكون اسمي ما. لك انت اساسا غنيمة حرب تافهة، اعملي شو ما بدك. رح خلي الباب مفتوح، فيك تروحي. مدام طمني. هلا هي مدعية انه انت اكل رواتب عليها، وانه قلت لها تطلق جوزها مشان تتجوزها، غير على انه كنت تحركش فيه. هلا اني اكل رواتبها فيا ريت صراحه، واني محرض زوجها فيا ريت اكثر، بس على شيء ثاني. بس كيف صدقوا انه انا اطلب ايدها للزواج؟ هلا انا بدي اسالك سؤال، لما كنتوا تلتقوا بالشركه كان في حدا تاني معكم؟ رؤوف اكل شارب نايم قايم بالشركه. تمام، معناها هي صار عندنا شاهد موضوع الرواتب. المحاسب مسجل كل شيء، بس هي كانت تاخذ اوفر تايم، يعني قبض بدون ايصالات. غريبه هي البنت، عامله على حالها شوشره بلا طعمه. مدعية كمان انه انت على علاقه مع لميس، وبدها تجيب الكاستنج كلياته لهون لحتى تشهدوا انه انت كنت تاخذ لميس بالليل وتطلع فيها. فقمة البحر انمهيت على هالبلوه. مدام بوس ايدك خلصيني. لا والله اذا بدك تبوس مو ايدي، بدك تبوس ايد لميس، هي الوحيده اللي قدرانه تطلعك من هالقصه اذا شهدت معك. لا هيك بصراحه بدك تجيبي لي حلاوه على السجن، لاني مستحيل احط لميس بهذا الموقف. هلا ما عندنا حل ثاني، بتخيل لميس بنت اصيله ما رح تتركك لحالك. بس انا اطلب ايدها للزواج، يعني كيف صدقوا يعني؟ يلا بالاذن. الله معك. طلال. ايه ليكي راما، ما في قوه بتخليني ابعد عن لميس. انا مو الحكي هون بعدين. شوف لقلك
انا لسه ما حطيتك براسي ها، وقاعده ما بخيلك ركاب. لا ما حاركب لا ليه؟ لاني ما حاركب. خلص ما حاركب، فهماني؟ شوف لا لك طلال، انا لا رح اخليك تتهنى لا مع لميس ولا مع غير، عم تفهم؟ هاي قصي، كيفك هانا؟ شو بك ليه هيك وشك؟ فوت حاولت صالحها، بعتت مسج، اعتذرت منها مرة ومرتين وثلاثة، ما بدها ترد. طبيعي، ما البعد هو اللي بيعمل هيدي القصص. قصي، بدك ياني احكيها للبنت وفهمها الحقيقة؟ أنا ماني جاي لعندك لحتى توضحي لها شيء، جاي احكي وارتاح. ما طبيعي، معذورة البنت، انت مش حدها، كيف بدك اياها تحس بثقة او امان؟ البعد كشف كل واحد على حقيقته، ومين كان متمسك بالتاني أكتر. وهلا شو رح تعمل؟ خلص ما رح أعمل شيء، حاولت أتصل فيها أكثر من مرة وهي رافضة تحكي، أساسا ما ردت علي. بدك اياني احكيها؟ لا أبدا. ليش تخليني احكيها؟ لا هانا لا واحد. قصي، للمرة المليون خليني احكيها للبنت وتخلص بقى هالقصة، مش حرزانة تتركوا بعض مشان هيك موضوع سخيف وتافه. بليز قصي. لا أنا انسي الموضوع. يلا تعال تعال. رامي تعال. وين؟ أنا مسافر على بيروت وجيت أقول لك باي، بس بدي أطمن عليكي، ما بدي إياك تكوني لحالك. روح حبيبي العب روح، بس يعني إذا قدرت لا تلعب قمار. مستحيل أعيدها بحياتي. اكتشفت شيء جديد، اكتشفت إنه أنت لعبتي الوحيدة والمفضلة اللي ما فيني بطلها أبدا. اكتشفت إنه أنت صلب حياتي، أنت الموضوع المحوري بكل تفكيري، وأنا بحبك حقيقة، أنا بحبك. حتى رامي أكيد بحبه من كل قلبي، بس حبيته من وراكي، حبيته لأني بحبك، عم بحب كل شيء لأنه بحبك، وكرهان حالي كثير. تروح شوف رامي.
منيح، أنا ماني مستعجل. وأنا ماني مستعجلة، بس لازم خبر ماما. خبرية إني مستعد أجيبها تسكن معنا، وما رح خليها تبعد عنك لحظة واحدة، حتى إذا فرنا نروحها ناخذها معنا. عن جد هالحكي نادر؟ معقولة أكذب عليكي؟ طيب بس أنا لازم أشوف ماما وحاكيها. أنا رح أستنى بالسيارة. من هلأ نعطر الجواب؟ إيه، الله يوفقك، رايحين؟ طيب شكرا نادر. تفضلي. عن جد عذبت حالك. أنت أغلى الناس علي، إن شاء الله بيعجبوك وبيعجبوا ستي الوالدة. شكرا. كيفك ماما؟ أهلين تقبريني. طمنيني، شو كان بده منك الأستاذ نادر؟ بصراحة طلب إيدي للزواج. وانتي شو قلتي له؟ ماما أنا جاي استشيرك، أنا شايفته زلمة شهم ومعدل كريم. طيب وقصي؟ ماما هاد أنضج وجاهز ونفسيته شباب أكتر من الشباب نفسهم. بعدين لما عم كون معه عم بنسى قصي. يا بنتي فكري منيح في فرق العمر بينك وبينه. أنا ما بيهمني فرق العمر، وماني مصدقة ولا مقتنعة إنه قصي وهديك البطيخة ما في شي بيناتهم. يا بنتي لا تستعجلي، هي زواج مو لعبة. ماما أنا برضى بكل شيء إلا الخيانة. هلا أنت متأكدة إنه خانك معه؟ ما هي الخيانة إلى ألف شكل وشكل. بعدين وينه؟ ناطرني لحتى روق لحالي؟ وقصة بدي انطره 4 سنين، وبعد هاي ال4 سنين بدي سافر معه واتركك لحالك؟ أنا لا تاكلي همي. ماما نادر انسب لوضعنا، هالقليلة بنضل أنا وأنتي بنفس البناية. ماما الله يوفقك وافقي. الله يكتب لك الخير يا بنتي، المهم عندي أنا سعادتك. شلبت قبري قلبي يا حبيبتي. ماما نادر ناطرني تحت، حرام خليني خبره إنك وافقتي. ماشي. ما بطول ماما. الله يوفقك يا بنتي ويكتب لك الخير. يا رب توفقها وتسهل أمورها وتسعدها يا رب. طمنيني مايا، شو صار معك؟ مبروك، وافقت ماما. وافقت؟ الحمد لله. لسه معنا نص ساعة ليسكر السوق، خلينا نشتري محابس. منلحق؟ منلحق، اطلعي. ما خلص سهلة عماد، راح بحاله. لا مو بهالسهولة، أنا لازم أنتقم منه ورجع حستي اللي خلاني أتنازل عنه. شو رأيك خلي الشباب بيلعبوها معه؟ يا ريت، بس بشرط. شو؟ أجري بيتك وتقعدي عندي، ما بنصرف منه أنا وأنتي. موافقة، أنا موافقة على أي شيء ممكن يخليني يذله لهالكلب الواطي. رح جوزك ست سيدو. لا دخيلك، أنا ما عاد فكر بالزواج أبدا. اللي خسرتيه نسيه، رح أعوض لك كل شي خسرتيه، عريس جديد. ليكي هلأ إذا عريس متسام وعوض خسارتي ليش لا؟ خليها علي.